السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رحاب عمر. لأول مرة أعمل فيديو يوتيوب يكون حصري، حبيت كده إن أنا أشارككم معايا روتيني في اليوم دوت بالكامل. قبل أي حاجة ما تنسوش إن انتوا تصلوا على النبي، ما تنسوش إن انتوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا كمان زر الجرس وتعملوا لي لايك. ويلا كده نشوف النهاردة روتيننا إيه. قبل أي حاجة يا جماعة، أنا محتوايا إن أنا مثلا بشجعك عشان خاطر تقومي تروقي شقتك، تشوفي كده مطبخك محتاج إيه، ناقصه إيه، نعمله على طول مع بعض. فمحتوايا يا جماعة كله بيتكلم عن تشجيع المرأة في بيتها. نصيحة مني ليكي بصراحة، يعني اتعودي وتعلمي إن انت تعملي في بيت أهلك كل حاجه عشان خاطر ما تتجوزي بصي ما تتصدميش، لان انت حرفيا هتتصدمي من كم المسؤوليه اللي عليكي. هو مش مسؤوليه حاجه تخوفك، بالعكس انت بالعكس هتبقي حاسه ان انت عايزه ما تقومي من نومك تبقى عايزه برضو تشوفي اللي وراكي، تنظفي حاجه، تروقي حاجه ناقصاكي تجيبيها، الكلام ده. فانت طول ما انت متعوده في بيت اهلك بصراحه هتبقي في بيت جوزك متعوده خلاص ومتسيستمه خلاص. وطبعا مش هيفوقني غير فنجان القهوه عشان خاطر اقدر اخلص كل اللي ورايا. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا في الفيديو ده اصلا المفروض ان انا اكون لابسه الحامل بتاع الكتف، لاني انا كنت بلعب مع ابني قبل الفيديو ده بيومين، فجالي تمزق شديد في كتفي الشمال. فالمفروض ان الدكتور قال لي ما تحركيش كتفك كتير، او على قد ما تقدري يعني تريحي كتفك عشان خاطر يعني يخف اسرع وكده. فعايزه اقول لكم ان انا قلت لا، طب والشقه مين هيروقها، مين هيشوف لي طلباتي؟ فبجد ربنا يعني عارفين يدينا الصحة وما يحوجناش لحد، وتقومي تشوفي طلبات بيتك بنفسك ان شاء الله، وما يخليش اي ام تحس ان هي مقصرة في حق بيتها، في حق عيالها، في حق جوزها. فاللي هو قلت لا، هشيل بس الحمل كده شوية، وخدت المسكن بتاعي ودهنت المرهم كمان على كتفي عشان خاطر اقدر اقوم واقوم واشوف اللي ورايا. بصوا هتلاقوني حتى هنا بحرك ايدي اليمين اكتر، بس انا عشان الكاميرا سيلفي فهيبان لكم اهو، يعني بص جايلكم ان هو اليمين، لا بس هو الشمال، بس عشان الكاميرا يا جماعه سيلفي فبيجيلكم بالعكس. هنا كده ابتديت انفض تحت الشيلات بتاعه الركنه. عايزه اقول لكم بيبقى فيها بقى فتافيت البسكويت بتاع ابني مثلا، المولتوهات، الشيبسي، الكلام اللي انتوا عارفينه ده، فبيلملي نمل. فاللي هو ايه، قلت لا انفضه كده الاول، وبعد كده لمعت بقى الشباك، لمعت التلفزيون، لمعت الريسيفر. هنا كمان عملت بالمكنسه. بصوا يا جماعه بجد يا رب اكون خفيفه على قلبكم، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديوهات يوتيوب تكون حصري باذن الله. بس الاول اشوف تفاعلكم على الفيديو ده ايه، هو اللي يحدد لي فعلا انزل لكم ولا لا. اتفاجئت بقى يا جماعه كده بنزوله، فاللي هو كان لازم اطلع لابني اي حاجه شتوي من تحت السرير بتاع اوضه النوم. عايزه اقول لكم جوزي في الوقت ده طبعا كان في الشغل، فما حدش معايا ان هو يشيل المرتبه. عايزه اقول لكم طبعا انا شلتها لوحدي، بس كانت تقيله جدا. انتوا عارفين المرتبه بتاعت غرفه النوم بالذات بتبقى سمكها اكبر وكده، فكانت تقيله بصراحه. فاللي استعنت بالله وشلتها وحملت على دراعي اليمين اكتر، عشان خاطر كنا نازلين رايحين ابن عم جوزي يا جماعه عريس، الف مبروك، باركوا له يا جماعه في الكومنتات. فكنا نازلين بقى ان احنا نشوف له بقى بدله الفرح والكلام الحلو ده، فكنت لازم اطلع لابني اي حاجه شتوي من تحت السرير، لان اليوم ده بجد كان ساقع. اللي هو لا، ما كانش معايا اي حاجه شتوي ولا اي حاجه خريفي خالص في الدولاب بتاع ابني. فاللي هو قلت لا، انا هطلع كده من تحت المرتبه اي حاجه بس خريفي كده ليه ولا حاجه، عشان خاطر ما يبردش مني واحنا بره. وطبعا روقت كده معايا التسريحه على طول، زي ما انتم شايفين بيبقى كل الميك اب بره لما بتكوني خارجه، فاللي هو ما كنتش روقت قبلها بيوم، فقلت اروق كده على طول. وبعد كده يلا عشان خاطر نشوف المرتبه هتعمل فينا ايه دلوقتي. بصوا تقيله مش قادره اشيلها خالص يا جماعه. ابني حبيبي جاي بيحاول يساعدني، بس هو عايز يشيل الملايه مش يشيل المرتبه، هو بيحسب ان انا عايزه اشيل الملايه على اساس يعني ان هي تقيله عليا. وبس كده طلعت له حاجه بسرعه كده، انا فاكره الشنطه بتاعته اني، فطلعت له حاجه سريعه. وبعد كده دخلت لبست، عايزه اقول لكم كتفي ما كنتش قادره، فحطيته في الحامل الاول. طبعا دهنت مرهم تاني على مكان الكتف، وبعد كده لبست الحامل وانا نازله. بعد كده بقى نزلنا نقابلهم عشان خاطر نجيب له احلى بدله واحلى عريس ان شاء الله. ربنا يتمم لك بالف خير انت والقمر الجميلة. هنا كده خلاص كده كنا وصلنا المحل بقى، او وصلنا محل البدل يعني يا جماعة، وبنختار له كده، لسه بنتفرج بنشوف بنقارن الكلام ده كله. بعد كده برضو حاولنا على اتيليهات عشان اشوف هختار ليا انهي فستان. واستنوا يا جماعة في الفرح ان شاء الله هتشوفوا فستاني وتقولوا لي باذن الله رأيكم لما تيجي ميعاد المناسبة بإذن الله. خلصت بقى كده ورجعت البيت،
عايزه اقول لكم ما كنتش قادره اعمل اي حاجه. طبعا نمت وصحيت تاني يوم اكمل معاكم باقي الروتين. اكيد مش هقدر اعمل كل ده في يوم واحد، خصوصا ان انا كتفي فعلا ما كنتش قادره خالص. بس الحمد لله يعني كل ما بحط الدراع يا جماعه في الحامل بحس ان انا مرتاحه اكتر، وبحس ان انا بخف اسرع. بس الفكره زي ما انا قلت لكم لازم الام هتقوم يعني تشوف مسؤولياتها، لان مين هيعمل لها الحاجات اللي وراها. كنت باخد بقى يا جماعه كده علاجي بتاع كتفي، المسكن والفيتامينز اللي الدكتور كاتبها لي، لانه شاف ان انا اتمزقت بكل سهوله، فكتب لي على شويه حاجات كده اخدها. هنا كده خلاص بروق بقى. السفره كانت مليانه حفله، عارفين انتوا الحفله بجد يعني اي حد في ايديه حاجه يحط على السفره. بشيل بقى اللاب، حاجه جوزي بقى في شنطته، الفينو شيلته مكانه. في الاخر خليت بصراحه السفره تبقى فاضيه كده وسيمبل خالص، بس المفرش كنت بنفضه. طبعا جبت الجلانس عشان خاطر امسح ازاز السفره. ما حبيتش خالص ان انا اسيب اي حاجه على السفره خالص، لا كله يلا كله يا جماعه يلا يروح بيته بمناديل المطبخ اللي هي السميكه ديت، ويلا كده عشان خاطر شلت اي زوايد على السفره قبل ما اعمل بالجلانس. يعني مثلا عندك السمسم بتاع الفينو ما بيبقى واقع، عندك اي ترابايه. يعني عايزه اقول لكم بجد انا لازم كل يوم يعني ألمع الإزاز يا جماعة بتاع الشقة، لأني بلاقي التراب أكني ما لمعتش اليوم اللي قبله. اللي هو بستغرب، اللي هو أنا لو جالي على حد على فجأة هيقول إن أنا مش بنضف أصلا. يعني مش عارفة إيه التراب ده بجد، مع إني يعني مش ساكنة مثلا في الهرم أو عند الأهرامات إن حاجة تجيب لي تراب، لأ خالص يعني. هنا كده الأول زي ما قلت لكم، الأول بعمل بشيل بس الأتربة، وبعد كده عملت على طول بالجلانس. دخلت بعد كده على الجزامة برضو عملت نفس الموضوع، شلت المفرش نفضته، وبعد كده اديت تلميع على طول للإزاز وتلميع على طول للمصحف اللي هو الديكور دوت. اعملي روتيني الأسبوع دوت في بداية الأسبوع عشان خاطر بقى الأسبوع تبقي مرتاحة إلى حد ما. مش هقولك تبقي مرتاحة 100%، بس تبقي مرتاحة إلى حد ما، يبقى مثلا وراكي حاجات كده بسيطة. وعايزة أقول لكم لسه في روتين ليا كذا حاجة في المطبخ. انتوا عارفين المطبخ حاجته ما بتخلصش، فان شاء الله برضه هسهرها معاكم. بس زي ما قلت لكم يا جماعه، لو لقيتوني كده خفيفه على قلبكم اكتبوا لي في التعليقات عشان خاطر اكمل تصوير معاكم. انا زي ما قلت لكم بعشق جدا جدا موضوع الروتين ده، بحب ان انا اشجع اللي قدامي، بحب اللي قدامي يشجعني مثلا بفكره بمعلومه الكلام ده، فبحس ان انا مبسوطه وانا بعمل كده. هنا كده يا جماعه قلت يلا نشغل بقى الغساله. الحاجات ديت كانت عند الترزيه، فجبتها كده من الشنط عشان خاطر اشغل لها دوره غسيل في الغساله على ما نخش على كم المواعين القمر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي دوت. شغلت كده الغساله لانها بتاخد مثلا في رينج الساعه ونص ساعتين على حسب بشغله على اني برنامج. وبعد كده بعد ما اخلص المواعين طبعا تكون برضو الغساله خلصت عشان خاطر انشر، وبعد كده نشغل دوره غسيل تانية لو لقيت مثلا الاحبال في مكان ان انا اشغل يعني الغسالة مرة تانية. دخلت بعد كده بقى هنا كنت يا جماعة مستنية القرآن في إذاعة الراديو يسكت عشان خاطر أصدق، عشان خاطر يعني اشيل الفيشه، فاهميني. بعد كده حطيت طبعا فيشه الغساله خلاص، وهنا بقى بلم اي زيادات في المطبخ برميها في الباسكت. وبعد كده هنا ابني كان جاي عمال يقول لي ماما شوكليت، ففتحت له كده الشوكولاته ديت. وبعد كده دخلت بقى على المواعين. بصوا هنا كنت عماله املى الحاجات ديت عشان خاطر تبوش وتسهل لي اكتر في غسيل المواعين. انا عايزه اقول لكم ان انا بعشق حاجه اسمها غسيل مواعين، والله مش عارفه في حد كده يا جماعه ولا لا، بس بحس ان هي بتطلع مني الطاقه السلبيه. بحس ان انا مرتاحه وانا بنظف حاجه قدامي، يعني بحب قوي ابقى شايفه حاجه قدامي مش نظيفه وانضفها بصراحه. فحد يا جماعه زيي ولا انا بس بصراحه اما بيجي عليا وقت مش قادره اعمل اي حاجه، اللي هو خلاص مش قادره مثلا دلوقتي اغسل مواعين وهموت وانام من التعب، لا اخش انام. يعني المشكله يا جماعه يعني ما ترهقيش نفسك وتيجي على صحتك. مش قادرة يبقى خلاص ارتاحي يا حبيبتي، وما تقومي كده فوقي اشربي المشروب المفضل بتاعك وخشي يلا على الحاجات اللي محتاجاكي ومستنياكي. لان انتوا زي ما انتوا عارفين شغل البيت يا جماعة ما بيخلصش. وبجد ست البيت اللي هي مثلا ما بتنزلش شغل دايركت يوميا بتبقى مرهقة والله برضو، يعني بتبقى مرهقة زيها زي اللي بتشتغل بره. بجد مش بقلل من حد، بس فعلا شغل البيت طلبات كتير ما بتخلصش. فطبعا دي الحمد لله برضو نعمة نحمد ربنا عليها. بس بقول لكم برضو ان هي حاجة متعبة، مش حاجة مثلا ترفيهية ما انت قاعدة في البيت ما انت مش عارفة ايه، لا برضو والله حاجة متعبة يا جماعة. هنا كده كنت بغسل الباسكت بتاع الغسيل عشان خاطر استقبل الغسيل حبيبي عشان خاطر انشره. بعد كده يا جماعة كنت بنشفه الأول وبصفيه عشان خاطر ما يكمكمش يعني مع الغسيل. هنا كده كانت دورة ألوان،
وبعد كده شغلت دورة اسود وبعد كده شغلت دورة ابيض. المواعين بقى كنت سايباها هنا تتصفى ولميت كل علبة في علبتها عشان خاطر اشيل كل حاجة مكانها. وهنا يا جماعة كده العلبة اللي انا عاملاها للمعالق غسلتها وبعد كده طبعا كنت غسلت كل المعالق. وهنا الضرفة ديت برضو بتاعت الزوايد يعني كنت قلت برضو اغسلها. وكمان كنت بنضف الرف نفسه. هنا بصوا كده يا جماعه وانا بنضف الرف لقيت الورق بيتشال معايا رحت شايله خالص. وبصراحه اما اداني لون الابيض بتاع المطبخ حبيته وحسيت انه منور لي الدنيا. بصراحه المفرش ده انا حطاه من يوم جوازي فاللي هو انا بصراحه عايزه ابقى اشتري حاجه تانية جديده وابدلها. هنا ابني كان مصمم يقف يعمل معايا اي حاجه في المطبخ كان بيكركب لي الله يبارك له يعني. هنا كده خلاص يا جماعه البوتاجاز قبل والبوتاجاز بعد. الحمد لله لما بخلص البوتاجاز قد ايه بحس ان انا فعلا عملت حاجة في المطبخ بجد. استنوا بقى فيديو مني لحاجات تانية معينة في المطبخ. قوليلي ايه اكتر حاجة في المطبخ بتضايقك في تنظيفها، يعني مثلا ايه اصعب حاجة بتوصلي لها في تنظيف المطبخ. عملت لي بقى يا جماعة فنجان قهوة كده يفوقني بعد اللي انا عملته ده كله. وطبعا روقت كمان اوضه الاطفال بس ما جبتهاش معاكم. هنا كده كنت محضرة العلاج بتاع ابني عشان ياخده بس بصراحة مرضيش خالص ان هو ياخده تعبني معاه. ابتديت بقى ان انا انشر كده الغسيل على طول. الحمد لله برضو ما خدتش فيه وقت. بصوا انا هنا ببقى مسرعه لكم يا جماعه الفيديو بس الفيديو حرفيا معايا او مع اي واحده بتعمل فيديوهات عايزه اقول لكم بجد يا جماعه بياخد مننا وقت بياخد مننا مجهود خصوصا لو في اطفال. فربنا يا رب يحفظ لنا اولادنا جميعا ان شاء الله. هنا كده خلاص كنت خلصت بقى وبوريكم الفاينل بتاع الفيديو. ما تنسوش يا جماعه انتوا تصلوا على النبي وتعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وكمان تعملوا لي لايك حلو وتكتبوا لي كومنت حلو يا جماعه.